عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج المجد المفقود. موعدنا الليلة مع أسد الريف، مع أمير الدولة الريفية، اسم ربما لم تسمعه من قبل، إنه الأمير محمد عبد الكريم الخطابي. هذا الرجل استطاع في الوقت الذي كانت فيه كل الدول العربية والإسلامية تحت وطأة الاستعمار ووطأة الاحتلال عام 1921، كان هذا الرجل على ظهر خيله يجاهد في سبيل الله عز وجل، يسعى لبناء وطنه ولتحرير أرضه. درس محمد عبد الكريم الخطابي في جامعة القرويين بمدينة فاس المغربية، ثم عين بعد ذلك قاضيا في مليلية، هذه المدينة التي تعيش تحت وطأة الاستعمار الأسباني حتى الآن، نعم حتى يومنا هذا تحت وطأة الاستعمار الأسباني. ثم ترقى في المناصب إلى أن وصل إلى منصب قاضي القضاة وهو في عمر 33، وذلك لنبوغه الشديد. وعمل صحفيا وكتب في بعض الصحف، وعمل مدرسا ودرس في بعض المدارس، وكان أبوه أميرا على البربر. ثم استطاع محمد عبد الكريم الخطابي أن يجاهد مع والده في صف الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى عام 1915، كان يقاتل إلى جانب الدولة العثمانية. اعتقل الأسبان محمد عبد الكريم الخطابي للضغط على والده حتى لا يقاتل مع الدولة العثمانية، ولكن محمد عبد الكريم الخطابي قال لهم أنه لا مناص لأبيه وأن له إلا أن يقاتلوا في صف الدولة العثمانية الإسلامية، وأنهم يجاهدون بذلك في سبيل الله عز وجل، فيأسوا منه وأطلقوا سراحه. قتل عبد الكريم الخطابي والد الأمير محمد عبد الكريم الخطابي في معركة ضد الأسبان عام 1920، وقيل أنه مات مسموما. وبدأ الأمير محمد سلسلة من المعارك ضد المستعمر الأسباني، واستطاع أن يطرد الأسبان من حاميتين مهمتين، فغضب الأسبان وأرسلوا له جيشا من 60,000 جندي وطائرات مجهز بكل الأسلحة الحديثة آنذاك. وكان قائد هذا الجيش مغرورا عندما حذره الأسبان وقوله إنك ستواجه شخصا عظيما اسمه محمد عبد الكريم الخطابي، قال لهم باستهزاء إنني ذاهب لأمسح حذائي في الريف. فعندما اقتربت الحملة الأسبانية من بلدة أنوال بالريف المغربي، كمن لها الخطابي في قوة من 3000 مقاتل، استطاع أن يمزق الجيش الأسباني تمزيقا، وقتل من الجيش الأسباني ما يزيد على 18,000 مقاتل، وتم أسر الباقي، ولم ينجو من الجيش الأسباني الذي اعتاده 60,000 مقاتل سوى 600 فقط استطاعوا أن يلوذوا بالفرار إلى أسبانيا. واستولى محمد عبد الكريم الخطابي على العتاد والعدة وغنم أسلحة كثيرة من هذه المعركة. وكيف لا، ومحمد عبد الكريم الخطابي هو أول من أسس منهج حرب العصابات في مقاومة المحتل. حرب العصابات هي طريقة عسكرية ابتكرها الخطابي، واقتدت حركات التحرر في العالم بعد ذلك بهذه الطريقة التي ابتكرها الخطابي، حيث أنه كان الوحيد الذي استطاع أن يقاوم العجرفة الأسبانية في هذا التوقيت، وكانت أسبانيا ثالث أقوى جيش في أوروبا. أقام محمد عبد الكريم الخطابي إمارة إسلامية على مساحة 20,000 كيلومتر، وكان عدد سكانها قرابة نصف مليون مواطن، وسميت هذه بإمارة الريف أو دولة الريف. طبق فيها أحكام الإسلام ووضع فيها الدستور، وسقت لها العملة وكانت عملتها الريفان، وأرسل البعثات إلى أوروبا، فكانت القبائل المغربية في هذا التوقيت متناحرة، فاستطاع أن يوحد جهودهم على مقاومة المحتل الأسباني. في هذا التوقيت أحست أوروبا بالخطر، إذ أن هذه الإمارة الناشئة الموجودة في المغرب العربي ربما تثير القلاقل في وجه مشروع الاستعمار الأوروبي، وبدأت في تجهيز جيش اعتاده 100,000 مقاتل لينسفوا هذه الإمارة الناشئة، وكان ذلك عام 1924. وحاصروا مدينة أجدير وهي عاصمة الإمارة، واستطاع الخطابي ومن معه أن يظهروا بطولات كبيرة في صد هذا العدوان وفي الدفاع عن المدينة عن طريق حرب العصابات التي ابتكرها الخطابي، وكانت طريقة فريدة من نوعها في هذا التوقيت. استطاع أن يقتل 4,000 من الجيش الإسباني، ولاذ باقي الجنود الإسبان بالفرار. حينها قررت فرنسا أن تتدخل لتحمي المشروع الاستعماري الأوروبي، حيث أن الخطابي في هذا التوقيت كان قدوة ومثالا لكل حركات المقاومة والتحرر في العالم. فاجتمعت أسبانيا وفرنسا على مقاتلة هذه الإمارة التي لا تتعدى مساحتها 20,000 كيلومتر، وأعدوا جيشا اعتاده نصف مليون مقاتل. وحاصر الأسطول الفرنسي
الخطابي، وكان الأسطول الفرنسي في هذا التوقيت أقوى أسطول بحري، وكان الخطابي ومن معه في خنادقهم يقاومون بصبر وببسالة. لجأت فرنسا وأسبانيا إلى طريقة دنيئة كان من الواجب أن تحاكم عليها دوليا، وهي استخدام القنابل الكيماوية. وبالطبع لم يجد محمد عبد الكريم الخطابي أي دعم من الدول العربية والإسلامية، لأن أغلب هذه الدول قد وقع في براثن الاحتلال والاستعمار. وبدأ الفرنسيون في إغواء بعض القبائل لتتخلى عن عبد الكريم الخطابي، حتى لم يتبقى مع الأمير محمد عبد الكريم الخطابي سوى 200 مقاتل فقط. حينها قرر محمد عبد الكريم الخطابي بعد استشارة جنوده قرر أن يقبل بالتفاوض مع هذا العدو الفرنسي. ظل يفاوض الفرنسيين لمدة 12 شهرا، 12 شهرا كاملة، وهو ليس معه سوى 200 مقاتل. وهنا وقع محمد عبد الكريم الخطابي صلحا بينه وبين الفرنسيين يقضي بأن يبقى في الريف، وأن يتوقف القصف حقنا لدماء المغاربة وحقنا لدماء. ثم بعد ذلك غدر به الفرنسيون وقاموا بنفيه إلى جزيرة رينيون في المحيط الهادي شرق مدغشقر لمدة 21 سنة. ثم قررت فرنسا أن تنقل هذا الأسد إلى العاصمة الفرنسية، فأخذوه في سفينة وأخذوه مع أسرته وعمه وأخوه مرورا بالبحر الأحمر ليذهبوا به إلى فرنسا. فعندما علم الصالحون من الفلسطينيين واليمنيين بقدوم هذا البطل محمد عبد الكريم الخطابي على متن هذه السفينة، هلعوا إلى مصر وخاطبوا المكتب المغربي الموجود في مصر أن يحتالوا وينزلوا هذا الرجل البطل من هذه السفينة الفرنسية. حينها دبر الأستاذ عبد الرحمن عزام، وهو أول رئيس للجامعة العربية، دبر مع الملك فاروق خطة لإنزال هذا البطل من السفينة الفرنسية لتحريره منها. وبالفعل عندما وصلت هذه السفينة إلى ميناء بورسعيد قام الجنود المصريين بمخاطبة قائد السفينة وطلبوا منه أن ينزل الأمير محمد عبد الكريم الخطابي حتى يسلم عليه الملك فاروق. وبالفعل وصل الأمير محمد عبد الكريم الخطابي إلى قصر الملك فاروق، واستقبله الملك فاروق استقبال الأبطال. قضى الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ما تبقى من عمره في مصر، وعين بعد ذلك رئيسا للمكتب المغربي، وزاره الملك محمد الخامس في مقر إقامته بالقاهرة. وعمل الأمير محمد عبد الكريم الخطابي مع المكتب المغربي على تحرير المغرب العربي من براثن الاحتلال، حتى توفي الأمير محمد عبد الكريم الخطابي يوم 1 رمضان عام 1382 هجريا، الموافق 6 فبراير عام 1963 ميلاديا. وهكذا ترجل الفارس، وهكذا رحل البطل، وتم دفن البطل في مقابر الشهداء بمصر. إن محمد عبد الكريم الخطابي قصة كفاح يجب أن تدرس لأبنائنا في المدارس. لم يكن محمد عبد الكريم الخطابي في بداية حياته فقيرا، ولم يكن محتاجا، بل كان قاضيا، كان رجل له شأن، كان قاضيا بمليلية، وكان يكتب في إحدى الصحف الإسبانية، وكان له شأن وله علاقات بهؤلاء الإسبان، ولكنه آثر الحرية على العبودية، آثر العزة على الذل. لماذا اختار هذا الطريق الشاق الصعب؟ لماذا ترك هذه الحياة الراغدة؟ محمد عبد الكريم الخطابي لم ييأس من انهزام وضعف الدولة العثمانية التي كانت ستدعمه، أو الداعم الرئيسي له انهزم، غير موجود. الدول العربية كلها تحت براثن الاحتلال. لم يستسلم، لم يرضخ، لم يقول ماذا أفعل وكيف أقاوم، لا، ابتكر طريقة في المقاومة وهي حرب العصابات. لم تستطع هذه العوامل المحبطة الموجودة حوله أن تؤثر فيه، فكان هذا الرجل أسطورة بمعنى الكلمة، كما قال الشاعر: فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العذاب. مستمرون إن شاء الله في المغرب العربي لنعرض بعضا من الصفحات الناصعة في تاريخ هذه البقعة الطيبة من الأمة الإسلامية، وبالتحديد في تونس الخضراء مع الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي، هذا البطل الذي ناضل ضد الاحتلال الفرنسي. فما قصة عبد العزيز الثعالبي، وكيف كان حال تونس الخضراء في هذا التوقيت؟ كل هذا والمزيد إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج المجد المفقود. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.